ودلوقتي صحابنا صغيرين معانا في الجزء التاني كمالة الحلقة اللي فاتت، علشان الأسئلة كانت كتيرة. يلا بينا نشوف سعدية ويانا وأسئلة جديدة. يلا بينا. كده يكون صعب شوية. استنى. ده على أساس اللي عدى ده كان سهل تقول. أنا شاطرة ومنضرة ومحل كمان وذكية. ايه الحاجة اللي بتوصلك بيتك من غير ما تتحرك؟ توصلني البيت من غير ما اتحرك؟ التوك توك. ازاي بقى أنا بركب التوك توك دي وأقعد. هو الحاجة نفسها اللي مش بتتحرك. الحاجة ما تتحركش. طب لو ما تتحركش أوصل بيتي كيف فيها؟ ما هو بالعقل حاجة ما تتحركش ولا أوصل بيها بيتي. مؤاخذة الجزمة ألبسها وأتحرك معايا. التوك توك وقلت لا. ما خبراش أنا. هو آخر كلام؟ هو ده. أنا بحاول أفتكر. حاولي يا بنتي يا سعدية، وإيه اللي هتوصل البيت؟ يعتبر أنت بتمشي فيها كتير قوي. بمشي فيه ولا هو اللي هيوصلني؟ يعني مثلا مواصلة مثلا امشي فيه. ما توضحي طيب. انا وضحت اكتر من كده هتعرفيها يا خالته. طب انت ما تزعجيش فيا، انا خالتك سعدية. ماشي. ولا انت كلامه سمير صح؟ انا غبية. لا انا شاطرة عمالة اجاوب اهو. ايوه حمار اللي جنبنا ايه؟ لا الكريت عندنا كريتة في الحمار دي والحار ونركب فوق فوق الكريتة والنص. ايوه غلط. طب هو ايه الصح عاد؟ اكيد مش هقولك يعني. ليه يا عم انت هتبقى انا ما خبرش؟ نو. يا بنتي قولي عشان حتى نعرف نتعلم. طب خلاص اسألي بنتك. خلاص هروح اسأل بنتك. روحي اسألي بنتك. يلا جود باي. قولي لي السؤال ايه تاني يا يولا؟ ايه الحاجة اللي بتوصلك لحد بيتك من غير ما تتحرك؟ ايوه انا عارف. السكوتر ده ولا اسمه اللي انا بركبه وامشي بيه. لا غلط. طيب الميكروباص. غلط، كلهم بيتحركوا. المترو. بيتحرك. طب امال هوصل ازاي؟ انا هوصل ازاي طيب يا انا مش عارف. الحاجة دي انتوا كلكوا تمشوا فيها دايما اهو. اديني سهلتها لكم. طريق. صح. طريق. صح. يا خبر ابيض يا خبر ابيض يا واد يا بندق. الله عليك. الله. خالة سعدية ركزي معايا. خالة سعدية اسألك سؤال تاني عشان نشوف بقى انت ذكي ولا لا. يلا. طيب ايه هي عاصمة مصر يا بندق؟ عاصمة مصر يا واد يا بندق. خدناها في المدرسة. عاصمة مصر يا واد يا بندق. اسكندرية. غلط طبعا. ايه ده؟ الأقصر. غلط. المنيا الجديدة. غلط. ايه هي؟ ايوه القاهرة معز الدين. القاهرة معز الدين. احنا كنا حافظينها كده في المدرسة. هي اسمها القاهرة بس. القاهرة بس. ايوه يبقى عاصمة مصر القاهرة بس. القاهرة. بس. انتوا جايبين الذكاء ده منين؟ طيب هتتسأل تاني ولا نسأل خالته سعدية؟ هقول السؤال لو ما عرفتوش نبقى نقول بص. كم عدد ألوان قوس قزح؟ الوان قوس قزح. مش قوس قزح ده اللي بيظهر في السماء؟ ايوه ده في 5 الوان. لا غلط. في 3. غلط. انتوا مش بتاخدوها في المدرسة يا بندق؟ ايوه قوس قزح الوان الطير. ايوه. 3. غلط. 7. صح. يا ابويا دي بنت ده جت معاك صدفة. 7 الوان الطيف قوس قزح. حلو شاطر. تقدر تقولي بقى ايه هي الالوان دي؟ ها قولي بقى الالوان دي. مش انت عرفتها وانت شاطر قوي. اصفر. صح. احمر. صح. اخضر. صح. بنفسجي. صح. برتقالي. صح. يا حلوة يا ولاد انا بقول بالصدفة. فاضل لونين. كحلي. لا. ليموني. لا. يوسفندي. يوسفندي بتقول اخضر. لا. اصفر. قلناه. فسفوري. لا. امال لونه بامبا. لا. تركواز. لا. امال لونه ايه؟ مش هقولك يا بندق.
قولي بقى لونه ايه بقى؟ خلاص يا بندق، خلاص يا ابويا، ما انت قلت بقى ما فيه الكفايه، قلت كتير قوي، وهي ما رضياش تقول. هنوجع راسنا ليه؟ الوان الطيف 7 هما مش مهم معاه، ما هي مش راضيه تقول. بعدين اقول لك ايه، انا لسه سامعه منك ان انت كنت في مدارس لحد ومعاك اسئله كتير، اديها لي وانا اسالها. هنسالك احنا عاد، الدور عليك انت. خلاص هنسالك، لو ما عرفتيش هنعمل فيك زي ما بتعملي فيه. تمام. هاتي يا ولد الكراسه دي اها. بصي عاد، يهوذا اللي خان السيد المسيح وباع، قبض فلوس، قبض كام؟ ما تقولهاش يا بندق، ها كام؟ 30 من الفضة يا خالتي يا سعدية. يبين عليها منمرة دي يا بندق، اوعى تكون غششتها انت وجاء. مين ده غششني حاجة؟ احنا ما اتكلمناش اصلا. ماشي، ما تتغريش قوي منك ناصحة وشاطر. طيب ماشي. طيب سؤال تاني. يبقى باع 30 من الفضة. انا مش هقول من الكراسة وهقول لك من دماغي عاد، شكلك كنت منتجر في الكراسة دي معاك. ماشي. مين اللي نزل في المية وقعد 3 ايام في بطن الحوت وطلع ولا كأن في حاجة واصل؟ هو ده سؤال؟ ده انت لو سألت الطفل في الشارع هيقولهولك يا خالته سعدية، يونان النبي. طيب اقول لك سؤال تاني صعب. يونان النبي 3 ايام قاعد في بطن الحوت. طيب سؤال صعب قوي قوي. السيد المسيح لما مات وقعد 3 ايام في القبر، صباحية القيامة، مين اللي حاش الحجر الكبير قوي؟ الحراس، صح؟ اقول لك الملاك. شاطر شاطر، بالتمير صحيح. المهم نسأل سؤال ثالث ان شاء الله مش هتعرفيه. طيب يلا. ساعة القيامة فيه واحدة راحت عند القبر ما عرفتش السيد المسيح، وكانت أول واحدة تشوفه وما عرفتهوش رغم إن هو كلمها. مين هي؟ استني كده افكر. مش هتعرف أنا عارفة. أنا على تقيل. فكرة انا بهزر معاكي. مريم المجدلية. ناصحة، مريم المجدلية. طيب السؤال ده صعب قوي. تمام. ساعة ما السيد المسيح أسلم الروح وكان صبحت إن هم يوم سبت وقالوا لي لازم الأجساد تنزل من على الصليب. مين اللي خد جسد السيد المسيح وكفنوه وراح لبلاطس وخد الجسد عشان يكفنوه وحطوا كمان في قبر جديد ولا قديم؟ ها استني. ما هتعرفش. استني. سعدية الشاطر. استني. قولي. مش هتعرف يا بندق، ما تخافش اجيب لك حاجة. يوسف الرامي. انا نسيت اسمه. يوسف الرامي، انت شاطرة ها. انا مش بنسى يا خالته سعدية، الحاجات دي احنا عارفينها من زمان قوي. بس انا نبيها برضو شاطر. عموما هسألك اخر سؤال. علشان يعني انا ورايا طبيخ عايزة اروح اطبخ، واحنا حكينا كتير النهارده. بس كل اللي انا هقوله بعد ما اسألك السؤال الاخير هروح لام سمير وافهمها ان انا مش هقول ليه انا هخاصمها واصل مش هكلمها تاني. لا خالته سعدية، ايه انت ما تخاصمهاش. يعني بص، انت اعملي حاجة، انت وانت رايحة وانت جاية مسي عليه، ارمي عليها السلام كده. لا هخاصمها. لا يا خالته سعدية، امال احنا عايزين. لا يا خالته سعدية، طب امال احنا بنعلم صحابنا. خلاص هتعلم منها مش هخاصم. طيب ماشي. السؤال الاخير عاد عشان نخلص واروح اشوف الطبيخات اللي على البوتاجاز. طيب مين يا أنا اللي مولود من بطن امه نظير ومنظر من ربنا وقوته في شعره والنادر ان هو ما يقص الشعر واصل، ومش كده وبس، ده كان قوي كمان قوي 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 بشعره، ويا ما قتل ناس ويا ما شق اسود وكان يخوف ناس كتير قوي. مين بقى؟ بطرس. لا. استني. داود. لا. ثانية. ايوه كديها اخيرا لقينا حاجة مش عارفاها. خدت لك حقك يا دي بندق. قولي. بوليس. ثانية. غلط. ثانية. غلط. ثانية. برضه اللي جاي غلط. ها استني. خديجة. ها كان اسمه ايه؟ يا رب ما تعرفها يا رب عشان اقول ان هي مش شاطرة. كان اسمه ايه؟
خلاص غلب حماري. اللي هو الاسمراني ده صح؟ ولا اسمر ولا ابيض، عارفه اسمه ولا لا؟ هو اسمراني. خلصنا اسمه ايه؟ هتروحي تقولي لهم اسمراني ايه؟ ثانية. افرض رحت سألك سؤال في الدين في المدرسة، هتقولي لهم استنى الاسمراني. ايوه خلاص هي انا لا اسمر ولا ابيض، ما دام ما خبراش الحمد لله انا مش عارفه، عشان ما تبانش ان هي بس اللي شاطره وعارفه. على فكرة انا عارفة بس بهزر معاكي. بقول لك ايه، عارفه مش عارفه انت بتقولي كده. المهم احنا هنخلي تعالى اصحابنا. اقولك في ودنك. لا في ودنك. لا في ودنك. ما انا اللي غششتهولك عشان انا قدامك، انا اللي غششتهولك. بس احنا هنخلي اصحابنا يجاوبوا عليه في التعليقات، واللي هيكتبوا صح بس قاعده ما تقوليش عادي، اللي هيكتب الاجابه صح اعمل له فيديو حلو ليه بصورته يعني وهجيب صورته كمان معايا في الحلقه. ماشي. دلوقتي راح اشوف الطبخات ونقدر نقول ايه. باي باي. سلام. نشوفكم الحلقه الجايه في برنامج ايه؟ قصايص ميرو. ايوه اللي هتقدم امك ده، البرنامج اللي هتقول عليه هي انا ده قصايص ميرو، وهيتذاع كل قد ايه؟ كل يوم كل خميس الساعه كام؟ 7. على فين؟ اذاعه صوت القمر الدوليه. نشوفكم الخميس الجاي. باي باي. أطفالنا الحلوين فاكرين بابا نويل؟ طب تعالوا نغني له أغنية جميلة، يلا بينا. بابا نويل يا راجل يا كبير، يا ابو دقني بيضة وجميل. بابا نويل يا راجل يا كبير، يا ابو دقني بيضة وجميل. فين هدايانا تعالى ويانا، يلا نسهر طول الليل. فين هدايانا تعالى ويانا، يلا نسهر طول الليل. بابا نويل حبيب الأطفال، جاي في المطرة للشطار. بابا نويل حبيب الأطفال، جاي في المطرة للشطار. فرحان بينا وبأغانينا، جاي علشان بس الأطفال. فرحان بينا وبأغانينا، جاي علشان بس الأطفال. بابا نويل يا ابو بدلة جميلة، عدت سنة كانت طويلة. بابا نويل يا ابو بدلة جميلة، عدت سنة كانت طويلة. سنة جديدة سنة سعيدة، هنبقى فيها من الشطار. سنة جديدة سنة سعيدة، هنبقى فيها من الشطار. بابا نويل احنا اتعلمنا نحفظ غنوة ونكتب كلمة. بابا نويل احنا اتعلمنا نحفظ غنوة ونكتب كلمة. نشد الخط ونرسم بط، نحب الكل ونعمل خير. نشد الخط ونرسم بط، نحب الكل ونعمل خير. شاطرين شاطرين يا حلوين، كل سنة وانتم أجمل أطفال فرحانين ومبسوطين. باي باي. وعلشان حلقتنا بابا نويل يا راجل كبير، لأن في يا ودان بيضة جميل خالص يا صحابي. فيك هدايانا تعالى ويانا، يلا نسهر ودلوقتي وانا نايم على السرير، كان بالظبط في
نص الليل وهنا نايم عالسرير، كان بالظبط في نص الليل وداني سمعت بابا نويل بينادي عليا بينادي عليا. قال لي اصحى يا شاطر انت، بص عليا من الشباك، قال لي اصحى يا شاطر انت، بص عليا من الشباك، عايز بوسة منك انت وخد مني هدية وخد مني هدية. اديته انا بوسة كبيرة وهو اداني شنطة عجيبة، اديته انا بوسة كبيرة وهو اداني شنطة عجيبة، كانت فيها هدايا كتيرة زغللت عينيا زغللت عينيا. قال لي افرح والعب بيها وشارك فيها كل اصحابك، قال لي افرح والعب بيها وشارك فيها كل اصحابك، اوعى تقول راح اخبيها للسنة اللي جاية للسنة